السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ فيديو اليوم بالصلاة والسلام على رسول الله. عندنا اليوم كوموند تاع طارطة صغيرة برك، وحدة دارتها لصاحبتها اسمها كلثوم بشكيط من عند خولة. قالت لي كي ديري الفيديو في اليوتيوب احضري لها اسمها، ان شاء الله يدوم محبتكم وصداقتكم. ان شاء الله تفرحي بلا طارت، لا خاطر جات فرحانه وقالت لي ديريها لصديقتي. هذه تاني وحده ديرها العام اللي فات، تاني وحده في سيدي مبروك قالت لي ديري لي وحده لصاحبتي نفس الشيء. وهذه خوله قالت لي تاني ديريها لصاحبتي كلثوم. ان شاء الله يدوم محبتكم، كل عام وانت بخير. نتمنى لك فرحه دايمه وسعاده دايمه، ان شاء الله تفرحوا ببعضكم وتدوم عشرتكم ان شاء الله، وربي ينجحكم ان شاء الله في الجامعه توصلوا لأعلى مراتب. اليوم راح نديروا الجينواز انا ديما نديرها معاكم. في هذه الجينواز درت 5 بيضات، 150 غرام سكر، 130 غرام فرينه، و20 غرام كاكاو، ودرنا رشه ملح. نفس الطريقه اللي ما فنديروها. نطلعوا البيض اذا بالبيتخا نطلعوا البيضه كامله، واذا بالباتور او ناقص شويه على البيتخا نديروا البياض وحده والبياض الصفر وحده. نطلعوا البياض مليح مع السكر، كي يطلعوا لنا مليح نزيدوا لافارين والكاكاو ونخدموهم بالعقيله. باك انا مزربه شويه بالفيديو ما نطولش عليكم، لخاطر نفس الجينواز نديرها انا، ما نبدلهاش وما نستغناش عليها، لخاطر هذه القاعده تاع بيضة ب30 غرام هي نفسها، سما ما تبدلوش القاعده. هذه هي تاع الجينواز وتنجح لكم، وبعتولي بزاف عليها الجينواز نجحت لهم. ان شاء الله تجربوها انتم تاني تنجح لكم. نحطوها في المول مدهون بلافاغ بالزبده ولافاغين، ونخبطوها مليح باش يخرج لنا الهواء تاعها، ونحطوها طيب. انا طابت لي حمارت من تحت وحمارت من فوق، ندخلو الموس اذا خرج ناشفه طايبه، واذا خرج فيه شويه الخليط نعاودو نكملوا لها الطياب تاعها. ما نحلوش الفور تاعنا حتى نتاكدوا بلي حمارت مليح. كي نطفيو الفرنو تاعنا نعاودو نقفلوا الباب ونخليوها لداخل حوالي 5 دقائق ولا 4 دقائق ونجبدوها عادي. انا الجينواز تاعي طابت هاي امامكم، الله يبارك جات روعه وتجي اسفنجيه هايله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. درك ننتقلوا الى الكريمه ونديروا الطبقه المقرمشه اللي بزاف طلبتوها مني. دائما تقولوا لي كيف نديروا الطبقه المقرمشه، هذا وين جا وقتها، لخاطر خلاو لي لا طاخت اختياري. قالت لي ديريها لي، المهم تجي بنينه وديريها لي كما تحبي نتيا، ونقصي لي شويه في السعر. سما حبتها بنينه وشويه ناقصه، سي بور سا درت لها الكاناش خلطته بالكريمه. بصح كون زعما قبلت نفس السعر كون ندير لها الحشو غاناش وندير لها الطبقه المقرمشه. مي هي قالت لي سما بزاف تجيني غاليه هكاك، سي بور سا انا خففت لها الغاناش بالكريمه بتجيها شويه ناقصه في السعر. المهم نتوما تخدموا على حسب الزبائن تاعكم والسعر اللي يحبوه تقولوا لهم السعر، واذا ما ناسبهمش نقصوا لهم، بصح لازم تنقصوا في السلعه. هاي الجينواز الله يبارك جات اسفنجيه تجي هايله. عندي لهنا 100 غرام كريم فريش، نسخنوها مليح، نحطوا فيها الشيكولا. انا درت شيكولا بطعم البندق، درت 100 غرام شيكولا بطعم البندق. ديروا 100 غرام شيكولا و100 غرام كريم فريش. حطوا الكريمه تاعنا تسخن مليح، ومن بعد نحطوا القطع تاع الشيكولا ونقعدوا نحركوا هكا حتى تذوب الشيكولا وتتجانس مع الكريمه. هذا الكاناش انا درت 100 غرام ب100 غرام، حنديرو مخفف برك برسلطو مع كريم شونتي. بصح اللي يحبوه ثقيل سيرتو خاصه اللي تغلفوا به وماشي هكا اللي تغلفوا به يجي بزاف ثقيل. وهذا انا درته خفيف باسكو راح نزيد نخلطو مع كريم شونتي كما قلت لكم باش يجيها السعر شويه ناقص، سي بور سا نقص لها شويه في الاسعار. انا درت 100 غرام 100 غرام، نخلطوها مليح حتى نتاكد باللي الشيكولا دابت ما تبقى لناش كتل صغيره، باسكو كون ما تذوبوهاش مليح من بعد تلقاو كي تجمد لكم تلقاو الكعابر الصغيرين تاع الشيكولا. سي بور سا لازم نذوبوها مليح ونحطوها تبرد، نغطيوها مليح ما ديرناش القشره طبعا.
هاي امامكم انا دابت لي. نغلفوها مليح ونحطوها في الثلاجه ونخليوها حسب كيما تحبوا تخليوها كريميه، تحبوا تخليوها تجمد مليح. ودرك حين نخدموا البخاليني باش نخدموا به الطبقه المقرمشه. عندنا 50 غرام بندق نحمصوه شويه، وعندنا 30 غرام سكر. تحبوا ديروا 50 غرام بندق، تحبوا ديروا 50 سكر كما تحبوا. انا نقصت شويه في السكر باش ما تجيناش بزاف حلوه. ولا ديروا 50 غرام بندق و40 غرام سكر كما تحبوا. نحطوا السكر تاعنا يذوب. انا سرعت في الفيديو بصح خليت لكم المراحل كامل. كي يذوب على الجوانب ويبقى شويه باك في النص معليش نحركوه، بصح مع الاول ما نقيسوش خلاص ما يتحرقناش، نخليوه حتى يذوب براحته. كي نلقاوه داب باش نحركوه نحطو في الاخر البندق ونحاولوا نقيسوه كامل بالعسل باش يلصق كامل ويتكرمل. ولا اللي يحب يدير اللوز يدير اللوز بقشورو، نحمروه تاني شويه برك ونحطوه عادي نفس الطريقه. انا نحطو فيه ورق الطهي ونخليوه حتى يبرد مليح، ما نحطوهوش فوق بعضها، نحطو كل حبه وحدها ونفرشوه مليح في ورق الزبده ولا في ورق سيليكون ونحطوه نخليوه حتى يبرد مليح، وساعه ساعتين نصف ساعه المهم كي يبرد. ها ولا هنا برد لي كي برد درك نكسروه الساعه اول حاجه بيدينا. لي الروبو تاعها تخاف منه يتكسر ما تخدمهاش باسكو هذا لازم الروبو لازم يدور بزاف، سما لازم تكوني على بالك باللي الروبو تاعك مليح. نكسروا البندق كل حبه حبه وحدها ونحطوه في الروبو تاعنا ونرحيوه بالشوي حتى يذوب لنا خلاص، حتى يترحى مليح يولي بودر ويعود يطلق في السكر تاعو. دوك هذا الكراميل بكري يعاود يذوب وباش يجينا الخليط خفيف يجينا كلي سائل. نحطو نقعدو نرحيو قريب ربع ساعه وحنا نرحيو حتى يولي خفيف خلاص. الخطره الاولى يتكسر لنا شويه برك ومن بعد بشويه حتى يولي تطلق فيه الكراميل تاعو يولي لنا خفيف. بصح قلت لكم اذا الروبو تاعكم شويه مكان ما ترحيوش لخاطر قادر يتحرق لكم، ولا ارحيو بشويه ارحيو وحبسوا وارحيو وحبسوا حتى يترحى لكم مليح. ودرك نخدمو الطبقه المقرمشه. عندنا لهنا 30 غرام جوز، 30 غرام فيتين، و30 غرام بخاليني، وعندنا لهنا 50 غرام شيكولا طاغطيني تزيريه. انا حندير تزيريه وانتم ديروا واش تحبوا ماكسو ولا اوبتيلا ولا اللي عندكم، ولا ديروا شيكولا تاع مونا ولا امباسادور ولا اي شيكولا عندكم ذوبوها واستعملوها نفس الطريقه. سما عندكم زوج اختيارات، يا ديروا شيكولا عاديه يا ديروا شيكولا طاغطيني كما تحبوا. انا استعملت لهنا شيكولا طاغطيني جزيريه، ومره نستعمل تاني اوبتيلا تاني مليحه سما واش عندي في المنزل نستعملها. نكسر الجوز تاعي قطع صغيره، ما نرحيوهش نديروه قطع صغيره برك باش تبقى لنا القرمشه تاعو. هذه هي الشيكولا هي اللي تخلي المكسرات تحتفظ بالقرمشه تاعها، ما تحطوها سما طول ما يصرى لها والو باسكو غلفناها بالشيكولا. ونحطوها في ورق الطهي ونخليوها حتى تبرد تتماسك وتبرد لنا مليح. انا حنديرها على شكل لاطارت بعدا، هذه الكميه ديرنا قد لاطارت قد. درك نخدموا الكريمه تاعنا. عندنا كيله كريم شانتي، كيله حليب، وعندنا الكاناش اللي خدمناه قبيله. درك راه تماسك وجمد. درك نطلعوا كريم شانتي مع الحليب ونزيدوا لها الكاناش تاعنا كاس غير ربع، والحليب كاس غير ربع، والكاناش اللي درناه مع بعضنا. دوك نطلعوا مع بعضنا الشانتي والحليب، كي يطلعوا نزيدوا لهم الكاناش. هاي
كريم شونتي تاعنا طلعت. كي تطلع نزيدو لها دركا الكاناش. هاي الكريمه تاعنا طلعت مليح جمدت. قلت لكم المنقار هذا سما ناجحه 100%. الكيله ديروا برك كيما درت لكم انا اي تنجح لكم. هي الشونتي بكل محسوب كيله بكيله، واذا خفتوا منها نقصوا في الكيله تاع السوائل برك. هي من المستحيل ما تنجح لكمش عبر اذا الكريم شونتي اللي ماشي مليحه. هاي انا باي كريم شونتي نستعمل تجيني مليحه. اكثريه نستعمل لا بلانش. درك حنا نحشيو لاطاغ تاعنا. عندنا هنا الكريم شونتي اللي درناها مع الكاناش. لهنا السيرو درت نص كاس سكر بكاس ماء وخليتهم يغليو ودرتهم منكه الكراميل. عندي لهنا شويه جوز كسرته، وعندي لهنا الجينواز تاعي. درك نبداو نوجدو لاطاغ. الشربات تاعنا نكهوها بحسب المنكه تاع لاطاغ. كيما درنا الطارطه تاعنا شيكولا نكهو الشربات تاعنا بالشيكولا. اللون تاعو يجي ابيض كي ديروا له المنكه يولي هكا ماغو. شربوها مليح. جينوا ما تكون تجي ناشفه ما تتكلش، لازم تتشرب مليح باه تجي خفيفه وتجي طريه. من الاحسن ديروها قبل البليله، وغدوه من داك تلقاوها زاد تطرات باكي تخدموها تلقاو الجينواس تاعكم زاد ولات بنينه. انا ما بيتهاش درتها الصباح برك والعشيه راح درك نحشيها وخلاص. هذه الكريمه اللي درناها مع بعضنا. نعدلو الكريمه برك نسويو السطح تاعها. تقدروا ديروا كاناش وحده وتحشيو به لاطارط. بصح انا الزبونه تاعي قالت لي شويه السعر تاعها زايد، سي بور صح حبيت نقص لها وعاونت الكاناش تاعنا بكريم شونتي باش تجي ناقصه شويه في السعر. نحطوا الجوز. في الطبقه الثانيه نديروا الطبقه المقرمشه. كما الجوز هذا اختياري، كما تحبوا. انا بقالي من القضيان حبيت نزيدو. نحطوا الطبقه الثانيه نزيدو نشربوها مليح. تحبوا تخدموا بالسارسو اخدموا. انا والفت نخدم انا السارسو عندي معرفه نخدم به، بصح نخدم به غير اللاير كيك. كتولي لاطارط عاليه بزاف نحب نخدم به ما تعوجليش. بصح كي يعودوا هكا لي طاقط صغار برك نخدموهم بلا سارسو. بصح لي مبتدئه جامي خدمت من الاحسن دير السارسو حتى توالف برك وتولي تخدم عادي. شربوها مليح. نزيدو نحطو شويه كريمه. نحطو الطبقه المقرمشه تاعنا. هاهي خليناها بردت. درك نحيوها ونحطوها. تقدروا تفتوها وتحطوا تحبوا ديروها طبقه دائريه هكا خير باش تلقاو في لاطاغ كل الجوانب كامل فيهم طبقه المقرمشه.
نزيدو نحطو الجينواز الثالثه، الطبقه الثالثه، نشربوها مليح. درك نحطو الجينواز، نشربوها مليح ونقلبوها عادي. ما تشربوهاش من الجهه هذه لخاطر ما تشرب لكمش مليح. تزيين اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزين. انا درتها برك بسيطه باش ربيت نكملها باسكو جاتني في نفس اليوم، ما عنديش الوقت بزاف. من فوق درت شويه غاناش برك، درت 30 غرام شيكولا، 30 غرام كريم فريش. ذوبت كريم فريش، سخنتها مليح وحطيت لها الشيكولا، حركتها بقدابت وحطيتها من فوقها. ولا تحبوا تحطوها في فوق لاطاغت كامله كما تحبوا. كما قلت لكم كان تزيين بسيط برك. حطيت من فوق برك كعابر تاع هادو الشيكولا، حطيت شويه غاناش برك سائل وشويه كريمه وخلاص. تزيين كما تحبوا تشريو هذيك تاع الالوان، تشيك هذيك تاع الالوان، نحطوها من فوق تاني بالالوان تجي هايله. ان شاء الله لاطاغت تاع اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، خاصه في الحشو تجي بزاف بنينه. اللي يحب ما يديرش كريم شونتي ويدير غاناش برك، اخدموا كما تحبوا. انا هذا واش خدمت حسب طلب الزبونه، وانتم اخدموا كما تحبوا. ان شاء الله لاطاغت اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.